زفزاف يعني ثاني في الاثنين فشل في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي بهذا الفارق الكبير والكبير جدا. وعمار بهلول ربما كان الاستثناء بفارق ضئيل جدا رغم أن الشخص لم يكن رئيسا للاتحاد. طيب خليني نجي ليك، نبدا معك مومن ان سمحت عبد اللطيف ورايو، نبدا معك مومن. فشل آخر، أنا لا أتحدث على فشل رجل، فشل الجزائر في دخول عضوية المكتب التنفيذي. أكيد حكيم، هو اليوم لما نتحدث على فشل رجل من الجانب الشخصي وفشل كذلك سياسة واضحة من الجانب الكروي ومن الجانب الجبهة الداخلية في تحقيق استحقاقات أو تحقيق نتائج أو إنجازات خارج الجزائر. اليوم لما تتحدث لي على جاهيد سفيسة فلديه كم عام؟ عام بالتمام. نعم هل هو حقيقة جاهيد سفيسة بعد عام فقط يستطيع أن يدخل إلى المجلس التنفيذي بدون مساعدة كل الفاعلين في كرة القدم وما يوصفون بأصحاب النفوذ والذراع الطويلة في دواليب الكاف؟ إن كان حقا هناك من يستطيع إعانة هذا الرجل ولم يفعل فهذا هو العار والخزي بالنسبة لي، وليس هناك إخفاق، بل عار علينا أن لا نتلاحم ولا نقوي جبهتنا الداخلية في كل شيء. حكيم، اليوم الجزائر مستهدفة شئنا أم أبينا، انقلبت الموازين، أصبحت اليوم لوبيات جديدة استطاعت حتى أن تتغلب على اللوبي القوي المصري الذي كان يفرض كل شيء في إفريقيا. واليوم أصبحنا نرى أن قلبت الموازين، ولكن هذا شيء رياضي نستطيع العودة ونستطيع السيطرة عليه، ولكن بالعمل في العمق بتضافر الجهود. قبل ذلك بالتلاحم بيننا. ما الذي يحدد عملية الدخول إلى المكتب التنفيذي؟ هل المال أم أن النفوذ أم أنه في أشياء أخرى؟ البعض يتحدث على أن بلدان أخرى تتخذ من أمور أخرى غير أخلاقية ربما حكيم. لإدخال شخص ما مثلا. شوف حكيم، اليوم كما يقولوا بالفرنسية تو لي كو سون بيرمي. اليوم حتى الضرب تحت الحزام أصبح مسموح. هناك من يريد حتى استقدام منافسي الجزائر في بلده لتسهيل الامور عليه للفوز علينا، ولكن هيهات المنتخب الوطني خسر للاسف، لهم خسرت اولى في 2020 في ميدانه وليس في ميدانكم بعد كولسه كبيره شاهدناها منذ مده طويله، ونحن نتكلم عن الكولسه، عن المؤامره، عن اللوبيات الجديده، ولكن نحن اون با في فرون حكيم، لم نعمل جبهه واحده، اصبحنا نحن نتراشق بيننا. لما تتلاشق بيننا يا حكيم، لما نتلاشق بيننا أعداءنا وليس منافسينا، هناك منافسين وهناك أعداء. وش يقولوا؟ الله يقوي شيطانهم، خليهم مقسومين. الدخول إلى المكتب التنفيذي كان بالنسبة لهم حلم، اليوم أصبح بالنسبة لهم إعجاز. نعم حكيم، للأسف هناك من يقول أننا لم نستغل احتضان الكان. نعم هذا صحيح، ولكن لا يجب كذلك أن ننسى أو نتناسى أو نحاول أن نوجه الرأي العام في شخص واحد وجاهيد زفزاف. لا، كل الفاعلين على كرة القدم بمن هو في الحكم أو هو من في المنصب أو غير المنصب مسؤول بطريقة أو بأخرى. واضح.